اهلا بيكم في الحلقه الرابعه والجزء الاخير من كتابنا انتراكشن اوف كولر. امير هوست عز حجاج من قناه فات جرافيكس، ويلا بينا. تبدا الحلقه بجوزيف وهو بيقدم لنا اختبار جديد، بس الاختبار ده مختلف شويه وبيساعد على مقدره استوعابك وتحليلك ورؤيتك للون، وهو انك تجيب لوحة لفنان ما وبقصاصات الورق الملون اللي انت مجمعها تعيد رسمها زي كده. الهدف مش انك تطلع لون مقارب للوحة الاصلية على قد ما تقدر، بل الهدف انك تتدرب على النظر واستيعاب اللون وتحليله. التدريب ده مش لازم تعمله بقصاصات الورق، تقدر زي كده تجيب لوحة لاي حد مشهور تحطه قدامك على الاستريتور او الفوتوشوب او ايا يكن البرنامج اللي انت هتستخدمه، تبدا تعمل شيبس صغيره ومن غير ما تستخدم الكالر بيكر تول ولا اي حاجه تحاول تختار اللون اللي انت شايفه قريب من اللون بتاع الجزئيه دي في اللوحه. تعمل كده لغايه ما تخلص اللوحه كامله. دلوقتي معانا قانون اسمه ويبر فيشنر، ممكن يكون بعضكم سمع عنه قبل كده في الفيزياء والرياضه، بس حاجه زي دي ايه علاقتها بالالوان؟ شيفريول مؤلف كتاب عن الالوان، بس كان كتاب قديم جدا 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 يعني، فملناش دعوه بيه. قال في الكتاب بتاعه انك لو عايز تعمل تدرج لوني متساوي، اللي بتعمله انك تجيب 4 الوان فوق بعض تديهم درجه من اللون بتاعك، وبعد ما بينشفوا تديهم كلهم برضو كمان طبقه من اللون بتاعك ما عدا المربع الاول، وبعد ما ينشفوا تديهم كمان طبقه من اللون بتاعك ما عدا المربع الاول والتاني، وهكذا. يعني المربعات او المستطيلات بتاعتنا جايه بالترتيب ورا بعض، طبقة 2 3 4. بس الكاتب بتاعنا جوزيف ألبر بيسخر من النظرية دي وبيقول إن باين كده مفيش حد جربها، حتى شيفريول نفسه شكله ما جربش النظرية بتاعته. وبيقول بعدها انك محتاج تستخدم عشان تحقق الهدف بتاعك انك تعمل تدريج متساوي في الالوان، انك تستخدم طريقة ويبر فيشنر. الطريقة دي بقى بتقول ان الزيادة العددية لا تساوي الزيادة المرئية. يعني مثلا فلنقل انك عندك ازازة من الحبر الاحمر وحطيت عليها نقطة حبر اسود، فالحبر الاحمر اغماء بنسبه 10%، فلما تيجي تحط عليه كمان نقطه من الحبر الاسود نسبه الغمقان هتزيد ل 15% مش ل 20%. فبيقول بقى جوزيف ألبر ان ده اللي لازم يحصل، وان علشان يحصل تدرج في الشكل اللي قدامك ما ينفعش الزياده في عدد الطبقات تبقى جماعيه اللي هو 1 2 3 4، بل ان لازم عدد الطبقات يتضاعف، يعني طبقتين بعدها 4 بعدها 8 وهكذا. وهي دي الطريقه اللي في الاخر اللي هتخلي معدل ودرجه التغير ما بين كل مستطيل والتالي متساوية. فلما مثلا تيجي تبص هنا هتلاقي ان التدريج الشمال معمول بطريقة الزيادة بالواحد، والتدريج اليمين معمول بطريقة المضاعفة. هتلاحظ ان اول خانتين متساويين، ده لان 1 في 2 هو نفسه 1 زائد 1، فالخانة الاولى والتانية في التدريجين متساويين عادي. بس بعد كده التدرج بدأ يبان. هتلاحظ ان كل ما تنزل تحت في التدرج اللي على الشمال كل ما معدل التدرج ما بين اللون واللون اللي بعده ما بيقل، بينما في التدرج اللي على اليمين معدل التغير ما بين كل مربع او مستطيل اللي بعده ثابت. في برضه افكت لازم تاخد بالك منه، هو الفايبريتنج باوندريز. الافكت ده بيدي مظهر عنيف وبتحس فيه بتذبذب في اللون كل ما تبص فيه لوقت اطول، وطبعا يفضل انك تبعد عن استخدامه في تصميماتك بشكل كامل. وطبعا عشان تبعد عن استخدامه لازم تعرف ازاي هو بيتعمل علشان ما تعملوش بالغلط وانت مش واخد بالك في تصميم من تصميماتك. الافكت ده بيتعمل عن طريق انك تختار لونين كومبلمنتري من ناحيه الهيو بس متساويين من ناحيه اللايتنس. مزيج الالوان ده والافكت ده كان بيستخدم زمان في الاعلانات لان هو كان بيجذب نظر الناس ليه من كتر ما هو مزعج والناس كانت بتكرهه جدا. وطبعا لما بدا يتضح للمصممين وشركات الدعايه ان الناس بتكرهه استخدامهم ليه قل، وحاليا مستحيل تلاقي شخص مستخدم الالوان دي بنفس كميه الازعاج دي، بس ممكن تلاقي شخص مستخدم الوان قريبه منها نسبيا فتبان مزعجه برضو شويه، وده ممكن يبقى حصل من غير قصد. فلازم تركز كويس ان التصميم بتاعك يبقى الالوان اللي فيه متناسبه مع بعض وما تعملش اي فايبريتنج افكت. النظريه اللي فاتت كان الفايبريتنج باوندريز، دلوقتي بقى في النظريه المعاكسه ليها وهي الفانيشنج باوندريز، واللي بتقول انك ممكن تخلي لونين مختلفين محطوطين جنب بعض الباوندريز او الفاصل اللي ما بينهم تبان ضعيفه جدا وشبه منعدمه. ودي كانت حاجه صعبه جدا بالنسبه لهم وقتها لان كان ليها متطلبين، واحد زي النظريه اللي فاتت ان اللايتنس بتاع اللونين يبقى نفس المستوى، واتنين اللي هو المعاكس بقى للنظريه اللي فاتت وهو ان الهيو بتاع الاتنين يبقى قريب من بعض. طبعا الموضوع ده كان صعب زمان لان كان نسبه قليله جدا انك تلاقي قصاصات ورق
نفس اللايتنس بالظبط، بس في اختلاف بسيط ما بينهم في الهيو. بس دلوقتي احنا عندنا طبعا لابتوب وكمبيوتر هيكتب لك اللايتنس على سكيل من 0 ل 100 والهيو على سكيل من 0 ل 360، وتقدر تعمل التجربة دي في ثانية. وده كده كان الجزء الأخير من كتاب انتراكشن اوف كولر. كتاب زي ما قلنا ما بيديش نظريات في اللون وغيره، بل كان مجرد ان هو بيحاول يخليك تقدر تفهم الألوان والفيجوال افكتس بتاعتها، وازاي الالوان بتخدع بصرنا وبتخدع عينينا، عشان تقدر تفهم الالوان بشكل احسن بعدين لما نيجي نتكلم بقى على الكالر سيريز في الكتب الجايه. لو استفدت من الفيديو عايز تدعمني ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وبس كده.